لكل الناس اللي بتعشق البيتزا تيجي كده جنبي وهقولك على كل الاسرار اللي هتحتاجيها علشان تعملي بيتزا ناجحه 100%. اولا كده عشان البيتزا تطلع معاكي ناجحه لازم العجينه تطلع مظبوطه ومطه الجبنه تبقى بتمط كويس جدا. كده تعرفي انك انت عملتي بيتزا مضمونه وطعمها حلو وريحتها حلوه ونفس اللي بنشتريها من بره. يلا بينا كده ندخل على الفيديو وهقول لكم على كل الاسرار اللي هتحتاجوها علشان نعمل بيتزا. واول حاجه كده معايا في المقادير كوبايه ونص من الميه، عليهم معلقتين ونص من السكر، هضيف عليهم 3 معالق من اللبن البودره، ولو مش متوفر عندك هتضيفي كوبايه من الحليب وعليهم نص كوبايه من الميه. هبدا كده اضيف كيس خميره دريم، واهم حاجه يبقى الكيس ضامنينه يعني ما يبقاش لي فتره عندك مركون. نص كوبايه من الزيت، هقلب كويس جدا، عايزه كل المقادير تختلط ببعض، عايزه السكر يدوب كويس جدا. بعد ما ضربت كل المكونات مع بعض هنزل ب6 كوبايات من الدقيق. اهم حاجه كده نقلب كويس جدا، واحلى والذ حاجه ممكن تعمليها في البيتزا انك تعجني كويس. اساس البيتزا ان العجينه تبقى مظبوطه 100%، معجونه كويس جدا، عمليه التخمير تبقى مظبوطه علشان تاخدي بيتزا معاكي مظبوطه. بعد كده ما بدات اعجن، وانا واحده من الناس اللي بتحب تعجن قوي على الرخامه، باخد راحتي كده وبفضل كده اعجن في العجينه علشان تطلع مظبوطه معايا. زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو استخدمنا كوبايه ونص من الميه، وعندي نص كوبايه تاني وانا بعجن كده هبدا كده استخدمه علشان العجينه تطلع معايا مظبوطه. بعد كده ما خلصت عجن العجينه كلها اخدت معايا كوبايتين الا ربع من الميه. زي ما انتم شايفين تعرفي ان العجينه بتاعتك مظبوطه ازاي لما كده تلاقي ان الرخامه بتاعتك بدات تبقى نظيفه، العجينه طريه وكمان مش بتلزق. دي اهم حاجه. في ناس كده ما بتحبش تعجن بسرعه بسرعه، قلب قلب قلب، وبتزعل او بتستغرب هي ليه البيتزا ما طلعتش مظبوطه او المعجنات. سر من اسرار اي معجنات في الدنيا انك لازم تعجني كويس مده ما تقلش. وبعد ما عجنت لمدة 10 دقايق جبت البولة وضفت فيها معلقتين من الزيت ونزلت بالعجينة بتاعتي، غطيها كويس جدا واسيبها تختمر. واهم حاجة يا جماعة عملية التخمير تبقى مظبوطة، يعني نسيب العجينة لحد ما تتضاعف لان البيتزا ما بتتخمرش غير مرة واحدة بس. جبت حل عندي هنعمل الصلصة، اهم حاجة الصلصة تطلع مظبوطة 100%. عندي 4 طماطمات متقطعين بالنص، وعندي بصلاية كبيرة، وعندي قرن فلفل احمر، و4 فصوص من الثوم. ضفت عليهم ربع كوباية من المية، سبتهم كده لحد ما يغلوا ويستووا معايا على النار. بعد كده ما استووا خدتهم على الخلاط بدون اي اضافات، يعني مش هنضيف. بعد ما ضربتهم كويس جدا في الخلاط هبدأ انزل بملح، وطبعا معلقة من السكر عشان المزازة، ونص معلقة من الروزماري، وكمان الزعتر. هبدأ اقلب كويس جدا، وما تنسيش معلقة البابريكا عشان تدي الصلصة لون احمر كده تبقى لذيذه معاكي. كده خلصنا من الصلصه، وكانت معايا العجينه زي ما انتم شايفين اللهم بارك اختمرت معايا وتضاعفت العجينه كده، لا هي طريه بتلزق ولا هي قاسيه معايا في الفرد. هبدا كده افردها كويس جدا. انا هعمل مش ميني بيتزا، هعمل يعني بيتزا صغيره وهعمل واحده. واهم حاجه معايا في عجينه البيتزا انك في لحظه الفرد ما تخليش العجينه معاكي تخينه، اهم حاجه تبقى العجينه رقيقه جدا علشان لما تختمر في الفرن ما تبقاش عباره عن بتاكلي ساندوتش. احنا عايزين نعمل بيتزا زي بتاعت بره بالظبط. عندي كده طبق بدأت كده اقطع بيه عشان يبقى الشكل منتظم معايا، واعرف كده انا بعمل قد ايه وحجم البيتزا هيكون عبارة عن ايه. ال6 كوبايات عملوا لي مثلا حوالي يعني 5 بيتزات بحجم الطبق، وبيتزاية كبيرة و3 ميني صغيرين. تخيلوا بقى احنا لو هنشتري البيتزا هتبقى بكام وهنتكلف كام في الليلة دي. هبدأ كده اشيل كل الزوايد اللي عندي طاسة مدهونة معلقة كده من الزيت، وطبعا مسخنة الفرن اول كده ما بدأت افرد معايا العجينة. تعالوا كده، وحاجة مهمة جدا لازم نعملها، عندي شوكة كده ولازم اخرم العجينة علشان ما ترتفعش معايا وتحسي كده انك بتاكلي ساندوتش ما بتاكليش بيتزا. هنبدأ نضيف الصلصة، بس اهم حاجة الصلصة تبقى باردة تماما 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 علشان ما تبدأش تسيح على العجينة بتاعتي وتحسي كده انك بتاكلي وما تزوديش في الصلصة عشان ما تحسيش ان العجينة بتاعتك بتبوش. شايفين لون الصلصة اللهم بارك، لونها تحفة جدا، وريحتها الثوم مع البصل مع الطماطم مع الروزماري مع الزعتر مع البابريكا كل ده ادى تطعيمة حلوة جدا للصلصة. هبدأ كده اضيف معلقة على كل بيتزا.
حشوة البيتزا زي ما انت عايزة، في ناس بتحب تحشي فراخ، وفي ناس بتحب تحشي جبن، وناس كده بتحب تحشي لحمة. انا كان عندي كيس كده لحمة مفرومة كنت معصجاها، بدأت كده احشي. طبعا ضيفي بقى وتوصي زي ما انت عايزة، ما انت بتعملي لولادك. طبعا عمر ما بتاع البيتزا هيجيب لك بيتزا كده مليانة لحمة وزيتون وجبن، اكيد مستحيل، ده هتبقى برقم هتعدي ال100 120 في الزمن اللي احنا فيه. هبدأ كده احشي. طبعا مولعه الفرن معايا سخنه جدا. اهم حاجه في المعجنات، اي معجنات تدخل لازم الفرن تبقى سخنه، علشان المعجنات تبدا كده ترتفع معاكي بسرعه وتستوي وما تنشفش معاكي خالص. هبدا اول كده ما ادخل الصاج الفرن، هبدا اهدي النار، وابدا كده تبقى النار معايا متوسطه. هتاخد معايا 7 دقايق بالظبط. ما تحاوليش تكتري كده، وما تفتحيش الشوايه خالص عشان البيتزا ما تنشف، قصدي عشان الجبنه ما تنشفش معاكي. في حاله انك انت فتحت الشوايه هتلاقي الجبنه كده ما بتمطش ونشفت معاكي. هبدا كده اضيف زيتون، وهضيف الجبن معايا. انا مستخدمه جبنه موزاريلا الحمد، اللي هو الكيس الاورنج ده، بيدي نتيجه حلوه قوي، والجبنه معايا بتمط بكل سهوله زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك، شكل البيتزا بيتكلم عن نفسه. يا ريت لو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسونيش في لايكات كتير وكومنتات اكتر، وعايزه كده دعم كتير، عايزه الفيديو ده يوصل ل1,000,000 لايك. هدخل كده البيتزا معايا، هتاخد معايا زي ما قلت لكم 7 دقايق وهخرجها. اهم حاجه يا جماعه تعملوا وتمشوا على التكات اللي بقول لكم عليه. الله 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 يا سيدي، والله العظيم ريقي جري. عايزه اقول لكم ان البيتزا دي من احلى والذ البيتزات اللي ممكن اكون عملتها في حياتي. تعالي كده يا فوزيه، شايفه مطه الجبنه؟ ايه رايك فيها؟ قومي كده هاتي كيلو دقيق، نص كيلو دقيق، وجربي لو انت لسه مبتدئه. صدقيني هتدعيلي. بيتزا ابهرت بيها كل البيت. يلا بينا كده، مستنيه كومنتاتكم وتعليقاتكم، ويا ريت كده تبعتولي التطبيقات، وعايزه كده اشوف الناس اللي عملت البيتزا، ويا ريت كده توروني كده جمال البيتزا اللي انتوا هتعملوها. دي بيتزا كبيره كده، حبيت افرح بيها الاولاد. اترككم في رعايه الله.